ب3 جنيه معقولة؟ قالوا لي ب3 جنيه، ما صدقتش. قلت لا، انزل انا بقى واشوف بنفسي. نزلت النهارده بقى، جبت شوية مشتريات كده للبيت، وانا فين وفين لما بنزل السوق اساسا. لقيت الطماطم رخيصة وجميلة وتحفة بجد. قلت لا، اجيبها بقى انا واخزنها زي ما بخزنها كده، ايه، في الفريزر لرمضان. بعملها بجد بطريقة حلوة جدا. استني بس، انت رايحة فين؟ انا لسه هقولك. امان عليكي يا شيخة لو تشوفي الفيديو للاخر. بجد في حبة حاجات هتعجبك جدا. هنعمل بقى شوية محشي وحاجات. وحطي لايك، اوعي تنسي. انا امنتك امانة، هتشوفوا الفيديو للاخر. في حاجات النهاردة في يومنا هتعجبك جدا ان شاء الله. اهلا بيكم في قناة اكلة وترويقة. لو اول مرة تشوفيني، حطي لايك واشتراك للقناة عشان توصلك كل يوم الفيديوهات اللي بننزلها لوجبات اقتصادية تنفع في الغلا اللي احنا فيه دوت، وفي نفس الوقت مغذية. النهاردة بقى انا صحيت من النوم الساعة 6 الصبح، لبست ووديت ولادي المدرسة، وقلت ايه، اعدي بقى على السوق. كان في بالي الصراحة ان اعمل النهاردة ايه، كشري. ومش حابة خالص ان انا اجيب اي حاجة النهاردة، عشان ما كانش ليا نفس لاي حاجة الصراحة. ولا كان ليا نفسي ان انا انزل والف ولا اجيب اي حاجه. وانا ماشيه في الشارع بقى، لقيت الخضار ايه، جميل وحلو وصابح ما شاء الله. لقيت بقى حاجه المحشي بجد كانت حلوه جدا. قلت طبعا ما اجيب شويه بقى، مع اني ما كانش ليا نفسي ان انا انزل او عايزه ان انا اعمل محشي دلوقتي خالص. لما بدخل علينا رمضان بقى، وكل سنه وانتم طيبين. قلت ايه، مش هعمل محشي دلوقتي. المهم شدني بقى الصراحه. رحت جايبه حبه حاجات كده حلوه. وايه، ولقيت الفلفل اللي هو نصين دوت، اخضر على احمر. والكوسه والمتنجان ما شاء الله عليهم كانت تحفه. ولقيت الطماطم بقى ايه، عايزه تتاكل كده لوحدها. والناس بقى ايه، كانت بتقول ب3، معقوله ب3؟ نزلت فعلا لقيت الناس عماله تقول ايه، ال3 ب10، ال3 ب10. ولقيتها عامله زي الورد الصراحه. قلت طبعا ما اجيب شويه بقى، انا كنت جايبه قبل كده حبه وايه، وحطاهم في الفريزر ومخزنيهم. بس ما كانتش بالتمن ده الصراحه. قلت طبعا ما اجيب شويه بقى، واخزنهم معاكم. وتعالوا بقى ايه، اوريكم انا بخزنها ازاي. وجيت لكم تاني دلوقتي بقى. تعالوا نشوف هنخزن الطماطم ازاي. بنتي كانت عماله تعيط تحت رجلي، ما كنتش عارفه اعمل حاجه، دخلت نيمتها وقلت ايه، اجي بقى اعمل الحاجه. بصوا بقى، أنا دلوقتي بعد ما غسلت الطماطم، انا هاخدها بقى كده اقطعها في الحله. انا الطريقه ديت انا عايزه اقولك ان انا بعتمدها على طول. وبشيلها على طول في الفريزر بالطريقه دي. انا هشيل بس الحته اللي فوق الوش ديت. وهعمل بقى الطماطم كده كلها. الطماطم جميله قوي قوي في السوق الصراحه، متوفره جدا اليومين دول، ربنا يديمها نعمه وتفضل كده على طول. بس الحمد لله. انا اساسا ما كنتش هجيب حاجة المحشي دي خالص، ولا كانت على بالي. بس انا لما نزلت السوق شفت الحاجة تحت الصراحة، والخضار الصابح بقى ولسه جاي. كانت الساعة 8 الصبح. فالحاجة اغرتني. يعني الكوسة بصراحة هي اللي شدتني، لان انا بحبها في المحشي جامد. والمتنجان والخضار كله الصراحة تحت كله صابح اهو. كله صابح كده، فعجبني بقى. وبحب الفلفل ده قوي، بنتي بتحبه، فبحب ان انا اجيبه على طول. لسه ما اتغسلش فانا غسلت ايدي تاني عشان مسكته بايديا. والطماطم ايه، انا غسلاها. بصوا الطماطم عجباني الصراحه، عايزه تتاكل كده. انا كده عملتهم هما. بصوا بقى، انا هاخدها كده، هولع عليها، هسيبها بقى كده من غير ولا نقطه ميه خالص. انا لما بعملها كده بحب احط عليها بنجر. بحب احط البنجر جدا عليها. بيديها حمار وقيمه غذائيه بصراحه جميل. بس انا نزلت عشان اجيب بنجر ما لقيتش، فانا بقى ايه، عندي اخر واحده. هغسلها بقى واقشرها واحطها ايه فوق الطماطم. غسلتها وقشرتها، هي صغنونه بس ايه، مش مشكله بقى. انا بحب البنجر قوي عليه الصراحه. بس ما لقيتش النهارده، كل يوم بيبقى موجود في السوق قد كده. بس ما لقيتوش النهارده، قلت بقى عشان لسه بدري وهو تقريبا ما جاش. بس مش مشكله. بصوا بقى، انا مش هحط لها نقطه ميه زي ما قلت لك خالص. انا هسيبها كده اهوت واغطي عليها. ومفيش اقل من نص ساعه هي هتنزل ميتها كلها. وايه، وهوريها لكم هعملها ازاي دلوقتي. تعالوا بقى ايه،
ننضف المتنجان بالمرة والكوسة نغسلهم الاول، نحطهم كده في طبق مع بعض اغسلهم. بحب اغسل الكوسة والمتنجان قبل ما ما اقوره الاول، لان هو بيبقى كده كده بيبقى جامد، فبعرف ادعكه. هاخد دول اغسلهم بقى عشان اقور. ورجعت لكم تاني بعد ما غسلت المتنجان والكوسه اهيت. تعالوا بقى اقورهم بسرعه كده، عايزه الحق اعمل المحشي قبل ما بناتي ما يجوا من المدرسه. نبتدي كده بالكوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب بس طبق. بحب احط اللي بيطلع من الكوسه دوت، بحب احطه في الحله من تحت وهي بتستوي. هو المحشي بيستوي، بنتي بتحبه قوي لما الرز بينزل عليه. فبحب اشيل القلب، بحب اشيل القلب بتاع الكوسه بس، لكن المتنجان لا الصراحه مش بحبه. في ناس بتحط برضو القلب بتاع المتنجان، بس لا بحب الكوسه بس. بتكسري ولا ايه؟ كان نفسي بقى اجيب ورق عنب الصراحه، بس ما لقيتش ورق عنب خالص. ومش بحب اجيب المجفف، ما بيعجبنيش. جربت كذا نوع من المجفف الصراحه لا مش بيعجبني. انا كده كده اساسا مخزنه كرنب ومخزنه اسمه ده الخضره بتاعت المحشي. واساسا عامله تسبيكه طماطم بس مش هاجي جنبها، اخليها هاخد من دي. وخلاص قورت الكوسه الحمد لله كلها. انا جايبه بس كوسه هي نص كيلو بس اللي جايباهم، فخلصتهم. ما خدوش مني 10 دقايق، ما كسرتش بس غير حوالي 5-6 بس. بهزر معاكم، سليمه بحالها اهي، ما خدتش غير 10 دقايق معايا، اقل من 10 دقايق كمان خلصتها. حتى الطماطم هي شغاله لسه ما اتعملتش. بصوا بقى ابتدت تنزل ميه قد ايه، باينه عندكم اهي. بصوا الميه، انا ما حطيتلهاش ميه خالص، هي كده شغاله بس هي لسه شويه. شايفين الميه؟ ولا بقى بتلزق في الحله ولا اي حاجه. انا بس هوطي عليها شويه، هي كده ابتدت تغلي. انا هوطي عليها شويه بس، هي خلاص قربت تتعمل. عقبال ما نخلص بقيه المتنجان هتكون هي اتعمل. هعمل برضو المتنجان برضو بنفس الطريقه. انا قلت اخلصه انا مع نفسي كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو وتزهقوا. انا عايزه بقى لايك للكوسه، لايك للكوسه. مفيش لايك اتحط خالص لغايه دلوقتي. لايك بقى واشتراك في القناه كده عشان تشوفي الفيديوهات بتاعتنا اللي احنا بننزلها كل يوم. كل يوم فيديو بقى. احنا بنعمل حبه وصفات حلوه قوي اليومين دول، وصفات كلها بقى غذاء بقى وبروتين، وفي نفس الوقت اقتصادية شوية، يعني في الظروف اللي احنا فيها ديت والغلا اللي احنا فيه دوت. فبنحاول نعمل شوية وصفات كده اقتصادية في نفس الوقت تكون مغذية. في صينية فطار كده نزلت كنت عاملاها، تبقوا اتفرجي على الفيديو ده بجد جميل جميل. صينية فطار كده تعمليها في 10 دقايق. صينية بجد حلوة، او طاسة كده، طاسة صغننة كده ما فيها بقى فطار. مش هقولك عليه، انت خشي تشوفيه، حلو قوي الصراحه. يعني صينيه تحفه تحفه. هتاكلي منها هتعمليها كل يوم على الفطار. مش هرجو معاكي كتير. انا هخلص الكميه ديت بقى وهنعمل شويه محشي بقى عجب عجب. انا كنت عايزه اجرب محشي اللي هو الصينيه. في محشي كده بيتعمل في الصينيه، انا الصراحه ما جربتوش قبل كده، فكنت عايزه اجربه واشوفه. يعني فقلت هعمل المحشي ده في الصينيه كده واجرب واشوف واعمله معاكم بقى، اشوف هيطلع حلو ولا وهيستوي كله مع بعضه ولا ولا الغي الفكره واعمله في الحله زي ما بعمله. مش عارفه، قولولي. وهنا خلاص الحمد لله عملنا المتنجان بتاعنا كله اهو، في ثواني برضو خلصته الحمد لله. نخش بقى على اللي بعده. ربنا يعيننا ونخلصه على طول. قبل عايزه اخلصه قبل ما اولادي ما يجوا من المدرسه الصراحه، عشان عايزه بقى افضلهم وابقى قاعده معاهم علشان خاطر المذاكره. ما ينفعش ان هم يذاكروا لوحدهم غير لما انا اكون قاعده على ايديهم. فلازم ابقى مخلصه كل حاجتي من دلوقتي قبل ما هم ما يجوا.
دلوقتي بقى هغسل الفلفل بقى برضو واجهزه، وبعد كده نخش بقى ايه على التسبيكه بتاعه المحشي. عملت انا هنا الفلفل، فتحته انا بعد ما غسلته، رحت ايه فتحاه كده بقى اهو، عشان يبقى ايه يبقى جاهز معايا كده، كل حاجه جاهزه معايا. هبتدي بقى انا ايه هشوف بس الطماطم هي كده تعتبر بصوا بقى قلت بقت حبه قد ايه. بصوا كده الطماطم تعتبر بقت جاهزه معايا خلاص. انا بس ايه هسيبها تبرد، بس هي ممكن هي دي اللي هتعطلني شويه. هسيبها تبرد هي كده، بصوا كلها اتعملت اهي. هطفي عليها بقى وهسيبها تبرد لغايه اما ايه اجهز البصل والحاجه بتاعتنا بتاعت التسبيكه. يبقى كده كل حاجه جاهزه معايا. هقشر بس البصل واجهز كل حاجه لغايه اما تهدى شويه واحطها في الخلاط. انا بحب البصل كتير قوي، بيبقى في المحشي الصراحه بيبقى جميل قوي. التسبيكه بتاعه المحشي لما يكون فيها بصل كتير كده انا بحبه قوي فيها. هغسله بقى واقطعه واجهزه معايا عشان ايه عقبال بس ما الطماطم تبرد. وخلصت البصل قشرته اهوت وغسلته. دلوقتي بقى ايه مش قادره الصراحه اعمله على ايدي، فانا بقى ايه هحطه على الكبه على طول اسرع يعني. صلي على النبي بقى وحط لنا لايك، ما تنسيش اللايك. لو اول مره تشوفيني بقى اشتراك. انا اساسا المحشي ده انا ما كنتش هعمله اليومين دول خالص. انا قلت بقى رمضان داخل ولسه هبتدي بقى اعمل تنظيفه رمضان. لسه ما عملتش حاجه في الشقه خالص الصراحه. فقلت المحشي ده انا كده كده بعمله اول يوم رمضان، ده بيبقى اساسي. فقلت مش هعمله، بس مش عارفه ليه اتجننت في عقلي وقلت اعمله النهارده. مش عارفه. يعني دي فرمنا جزء ولسه الجزء الايه الباقي. ادي شويه تانيين. الكبه الصراحه بتسعف معايا وبتخليني ايه انجز بسرعه. هولع بقى على البصله كده دلوقتي عقبال ما ايه ما الطماطم بتاعتي تبرد. انا ايه مش هحمرها، انا هديها بس تقليبه كده بسيطه على النار، هي هتتشوح بس. انتوا عارفين ان المحشي يا جماعه بيحب الزيت الكتير، بالذات لما يكون الواحد عامل كميه او كده. اديها تقليبه لغايه اما الطماطم بتاعتنا تبرد. هي مشكلتها بقى الطماطم عندي ان هي سخنه، عايزه اعملها في الخلاط. لو انت بقى عندك هاند بلندر هتعمليها فيها على طول، بس انا للاسف ما عنديش. فكان عندي بس باظ الحمد لله. كان بينجز بقى، كان بينجز وكان بيبقى حلو في الحاجات السخنه دي بالذات. هسيبها تبرد بقى وابقى ايه انا بس هدي تقليبه للبصلايه عشان ما تطلعش ريحه لغايه اما ابقى افرم لها الطماطم. انا كسلت اطلع من الفريزر الصراحه، انا عندي التسبيكه جاهزه بتاعه الطماطم بتاعه المحشي. انا عاملاها بالخلطه بتاعتها كلها بالخضره كله حطاها وشايلاها. بس انا قلت خليها، انا كده كده مفرزاها رمضان، وقلت خليها واعمل بقى الجديد ده ان شاء الله. هعملها برضو واللي يفيد ايه هيفيد منها وهشيله هوريهولك وانا بعمله. واخيرا الطماطم بردت، حطيتها في الخلاط بقى هبتدي بقى افرمها. عصرت الطماطم بتاعتي كده اخيرا، لسه في شويه في الحله، انا هسيبها بس تتصفى اهي. ده بقيتها. بس بقى انا هصفيها وهوريكوا تقلها وجمالها عامل ازاي. بصوا انا هنا صفيتها كلها. بصوا بقى عشان كده بحب اصفيها. بصوا مطلعه قشر قد ايه، قشر وبذر. الحاجات دي الصراحه تتعب المعده قوي، اللي معدته تعبانه ما بيستحملش الحاجات دي. فعشان كده انا بحب اصفيها حتى لو في المحشي. بصوا بقى هوريها لكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا تقلها
ولونها اهي دي كده بقى معلهاش ميه خالص كده، دي طماطم كده خام. يعني 3 كيلو عملوا لي بقى حبه حلوين. هعمل منهم المحشي والباقي هشيله في الفريزر بقى في اكياس، ويقعد بقى معايا بقى رمضان تبقى جاهزه. نيجي بقى نولع بقى على البصله تاني، اديت تشويحه للبصله كده، وهنزل بقى عليها بعصير الطماطم. يا جماله، شايفين عصير الطماطم يا جماعه عامل ازاي؟ صلوا على النبي بقى كده، وحط لنا اشتراك اللي مش مشترك، ويحط لايك. انا خدت كده على قد المحشي اللي انا هعمله، على قد التسبيكه اللي انا محتاجاها، حطيت الطماطم، والباقي بقى احطه في اكياس وهشيله في الفريزر. هحط لها بقى التوابل بتاعتها واسيبها تتسبك براحتها. عندي هنا فلفل كان مفتوح كده من تحت، اقطعه عليها. لو انت بقى عايزه، انا بتحب المحشي بتاعك سبايسي بقى، الفلفل طبعا الحامي حطيه عليه، فلفل احمر، شطه. بس انا عشان عيالي صغيرين ما بيحبوش طبعا الحاجات دي كلها. احط بقى الملح بتاعي، كده التوابل كلها بقى، واسيبها بقى براحتها. قربت اخلص، هو ما خدش وقت برضو معايا، قربت اخلص ان شاء الله. انا حطيت ملح وحطيت فلفل اسود، وهحط كمون، وهحط بهارات. نحط شوية بقى بابريكا كده تديها لون. هي لونها احمر الصراحة، والبنجر برضو مديها لون حلو قوي مع نفسها كده بقى، لغاية اما اصلي الظهر هو لسه مدي. هتكون اتسبكت ان شاء الله، وايه، ونحشي المحشي. تعالوا بقى هنا نشوف التسبيكة بعد ما سبناها شوية. اوه، ما شاء الله، بصوا ما شاء الله، بصوا الزيت بتاعها طلع وتقلت ازاي، باينه. دلوقتي بقى عملت ايه، وانا ولعت عليه، لما ولعت عليها مسكت الرز بقى غسلته وسبته بقى. لما بغسله بسيبه بتاع ربع ساعه كده، بصوا بينشف، مبقاش فيه ميه خالص. الميه بتاعته اللي انا غسلتها بيه نشفت خلاص، لكنه رز ايه، ما جاش عليه ميه خالص. فانا ببقى عايزاه كده عشان انا هحط على التسبيكه، مش عايزه التسبيكه يبقى فيها ميه، ما تبقاش شاربه ميه خالص. فالحركه دي بتبقى حلوه قوي، انا بعملها. انا دلوقتي بقى معايا خضره شايلاها في الفريزر، هجيبها كده بحالها كده واحطها عليه. هي لسه حتى فيها تلج شويه، بس مش مشكله يعني. هنزل بقى بالرز بتاعي كده وايه، ونبتدي بقى نحشي كده مع بعض، يبقى كده يعتبر كده خلاص خلصنا. بصوا بقى احمر ازاي، بجد تحفه، جميل جدا يعني، وريحته حلوه قوي قوي. تعالوا بقى ايه، نجرب محشي الصينيه. انا مجربتوش قبل كده، بس هجربه معاكم وهشوفه. على طول بعمله في الحله الصراحه، بس انا مش عارفه سواه هيكون عامل ازاي، بس انا سمعت ان هو حلو. بصوا بقى دوت البتاع بتاع الكوسه، القلب بتاع الكوسه، ماشي. ده انا بحطه في الارضيه، ده احنا بناكله بيبقى طعمه جميل قوي. نبتدي بقى كده نسمي الله وايه، ونحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت شويه اهوت، وايه لسه مكمله. بنتي مجنناني، كل شويه تيجي تحت رجلي وتقعد تعيط، اضطر ان انا اسيب وارجع تاني، واسيب وارجع تاني. الصينيه شكلها صغيره، كانت عايزه واحده كبيره شويه، بس انا كده كده ما كنتش هعمله كله. يعني انا بعمل ايه،
بعمل المحشي على قد اليوم، يعني انا هعمل على قد الصينيه ديت هملاها، واللي يفيد بعمله بقى ايه، هعمله في صينيه تاني بقى لبكره ان شاء الله، وهسويه اشيله في التلاجة ني. يعني انا هلف الكرنب مثلا والمتنجان والفلفل وكله، وهسيبه بقى ايه ني في التلاجة، والصبح بقى ايه ان شاء الله او قبل الغدا بساعه كده اروح مسوياه، فعادي ما بيجروش اي حاجه، بيبقى جميل. دخلت دلوقتي بقى على الفلفل. انا هخلي الكوسه اخر حاجه بحطها ايه فوق الوش، لان الكوسه ما بتحتاجش ميه كتير، هي اساسا الكوسه كده ممكن تستوي على البخار عادي. عملت اهو كميه من الفلفل، شكل الكوسه هعملها في حاجه تانية، لان الصينيه هنا كده طلعت صغيره شويه، فممكن بقى الكوسه ما احطهاش فوق الوش، هجرب كده واشوف. اول مره اعمل المحشي في صينيه، فعايزه بقى اجرب التسويه بتاعته واشوفها هتبقى عامله ازاي. كفايه كده فلفل، واشوف كده وحدتين كوسه. اللي جربه قبل كده في الصينيه يا جماعه يقول لي ايه نظامه، طلع معاه حلو، والتسويه كانت عامله ازاي وكده، لاني شفت ناس كتير عاملاه في الصينيه فعجبتني الفكره. انا على طول بعمله في الحله عادي. بص انا بقول كده كفايه بقى كوسه. ايه، انا هم دول اللي هسويهم النهارده، مش هسوي تاني يعني. وجينا للحظه التسويه. بص بقى، انا كان عندي كرنب، عملت حله كده على السريع صغيره كده كرنب، لفيتها في ثواني. هسوي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اطفي على الشوربه بس بتاعتي كده. هسقي المحشي الاول. بص هو ايه، المحشي بتاع الكرنب ما بيبقاش مليان قوي، يا دوبك بيبقى اول صف. سحور. بيبقى اول صف كده بيبقى باين. انا ما ولعتش عليها لسه. هسيبه بقى وهنشوف ايه مع بعض اما يستوي ان شاء الله. يا جماله يا جماله، ما شاء الله، الريحة جميلة جدا، تحفة. هو كده اتشرب، قرآن المغرب شغال، ويا دوب اتقرب خلاص، قرب يخلص، بس بجد ريحته حلوة قوي قوي ما شاء الله، جميل. المحشي اللي في الصينية اهو برضو اتشرب اهوت، بس لسه بقى ايه التسوية بتاعته ما شفتهاش، فهشوفها معاكم دلوقتي. وهنا بقى المحشي كان استوى بقى، وبقى جميل جدا جدا. بصوا هو المحشي ما بيتاكلش غير كده، من على النار على الطبق على طول، وتحطي بقى على طول وهو سخن كده، بيتاكلش غير وهو سخن كده، يدفي بقى في الزيت في الشتا دوت. وعايزه اقول لكم كمان ان المحشي اللي في الصينيه ده طلع حلو قوي، طلع بجد التسويه بتاعته جميله جدا، يعني الجوانب كلها مستويه زي بعض، طلع بجد حلو حلو. يعني انا قلت لا خلاص بقى، انا هبقى اعتمدها واعملها على طول بقى في الصينيه، عجبتني الصراحه. والفلفل يا جماعه اللي هو نص اخضر ونص احمر ده، طلع بجد طعمه حلو قوي قوي. انا عايزه اقول لكم ان انتوا لو شفتوه في السوق بجد ما تسيبوش للمحشي، هاتوه واعملوه للمحشي، حلو قوي. انا قليل لما بشوفه الصراحه في السوق، بس بصراحه اول ما جربته لا بجد طلع طعمه حلو قوي قوي، مسكر كده، وليه طعم كده حلو، غير الفلفل اللي هو كله اخضر ده. لا طلع طعمه جميل جميل، قلت هبقى اجيبه على طول ان شاء الله اول ما الاقيه بس في السوق، لانه بيبقى قليل قوي. تبقوا جربوه وهيعجبكم قوي ان شاء الله. بص المحشي بسم الله ما شاء الله تحفة، بيلمع كده في لمعة جميلة جدا. انا هنا بقى كنت متبلة فرخة من بالليل، فجوزي قال لي سيبيها ما تعمليش فيها اي حاجة، انا لما اجي هشويها على الفحم. بجد شواها بطريقة جميلة جدا. بس انا بقى ايه الركعة التتبيلة، كنت عاملة لها تتبيلة حلوة جدا. انا التتبيلة كنت منزلاها في فيديو قبل الفيديو دوت، هحطهولك في اول تعليق مثبت، هو فيديو دقيقتين بطريقة التتبيلة بتاعتها، بجد جميلة جدا، هتعجبك لو جربتيها. انا عايزه اقول لكم ان جوزي وولادي واقفين فوق دماغي، عمالين يقول لي يلا 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 شميني الريحه وجعانين، مرضوش هم يتغدوا وكده، قالوا لي لا انت ادام صايمه بقى فهنفطر معاكي ايه على المغرب كلنا مع بعض. قعدت اقول لهم طب انا اسويه واتغدوا انتوا، ما رضيوش خالص.
لو لسه مكملة الفيديو معايا للآخر فشكرا ليكي جدا، اكتبيلي بقى تعليق حلو ولايك واشتراك للقناة.